شباب تانية ثانوي، اخباركم ايه؟ دي اول محاضرة مراجعة. هنراجع الحرارة، هنراجع نقطتين في الاختبار الاصفر الاخير بتاع الحرارة، وهنراجع الاختبار الشامل على الحرارة. هنبدأ بالنقطة رقم 2 في الاختبار الاصفر. بيقول لك غمر مستودع جهاز جولي في سائل درجة حرارته 273، يعني كده تي 1 273 كلفن. فكان سطح الزئبق في الفرع المتصل اعلى من الخالص، يعني الضغط بتاع العينه دي بي ايه ناقص، لان المتصل اعلى بمقدار ايه؟ بمقدار اتش. طيب وهو اعطيك البي ايه بكام؟ 76 سنتيمتر زئبق، يبقى 76 ناقص اتش. دي العينه الاولى. وعندما رفعت درجه حراره السائل الى 336 كلفن، يعني تي 2 بالكلفن 336 كلفن، أصبح سطح الزئبق في الخالص أعلى من المتصل. طالما الخالص أعلى يبقى الضغط بقى بي ايه زائد الاتش اللي عامل لها فرق ارتفاع، فهو أعلى بمقدار كام؟ نص اتش. يعني المفروض إن العينة التانية ضغطها بي ايه اللي هي 76 زائد نص اتش. طب هو عايز قيمة الاتش بفرض ثبوت حجم الهواء، يعني الحجم ثابت، يعني احنا بنطبق قانون الضغوط. يبقى كده هنقول ايه بقى في قانون الضغوط؟ هنقول بي 1 على بي 2 بتساوي تي 1 كلفن على تي 2 كلفن. طب انت بي 1 عندك بكام؟ ب 76 ناقص اتش. بي 2 76 زائد نص اتش هتساوي، احسب معايا بقى آلتك الحاسبة معايا، تي 1 273 لازم تبقى كلفن على تي 2 336. طبعا هنعمل وسطين في طرفين، يعني هنوزع ال 273 مره في ال 76 ومره في النص اتش، وهنوزع ال 336 على القوس كله مره على ال 76 ومره على الاتش. لو هتحسبها دلوقتي هتطلع الاتش معاك 10 سم. طيب مسألة رقم 3 في الاختبار الأصفر بتاع الحرارة. اللي قدامك ده إناء اسطواني، والإناء ده منتظم المقطع، وكلمة منتظم المقطع يعني الطول هو الحجم. مزود بمكبس قابل للحركة، اللي فوق ده مكبس حابس كمية من غاز مثالي، الكمية دي حجمها 2 اتش اهو. يبقى أنا كده عارف إن فوليوم واحد ب 2 اتش. فإذا كانت درجة الحرارة تي 1 هو قايل لك بتي، والاتنين اتش دول كانهم فوليوم، هو اللي قال اهو حجمه فوليوم، يعني اللي هي حجمه فوليوم واحد، اسف بفوليوم واحد اللي هي 2 اتش، وضغط العينه دي اللي هي بي 1 ببي. فما التغير اللازم اجراؤه لموضع المكبس؟ يعني المكبس ده يتحرك ازاي؟ يعني بيسالني على فوليوم 2 ماشي، ودرجه الحراره المطلقه، وبيسالني على تي 2 عشان الضغط الجديد بي 2 يبقى 4 بي. طب هو هنا ما ثبتش لا ضغط ولا حجم ولا درجة حرارة، يبقى احنا بنطبق هنا القانون العام للغازات بالراحة كده. لازم نسبة بي 1 فوليوم 1 على تي 1 تبقى هي نسبة بي 2 في فوليوم 2 على تي 2. ماشي. طب بالراحة كده، بي 1 ببي، فوليوم 1 2 اتش، تي 1 بتي، يعني النسبة هنا كأنها 2 بي اتش على تي، دي كأنها 2 بي اتش على تي، هتساوي الضغط الجديد 4 بي في، المفروض ان انا النهارده تبقى فوليوم على تي 2 دي نسبتها كام عشان يبقى الطرفين زي بعض؟ فلازم يبقى فوليوم على تي 2 تبقى نسبتها نص. ليه يا عم تبقى نسبتها نص؟ وركز بقى، نص ايه؟ انت عايزها نص اتش على تي، صح يا جماعه؟ يعني لازم فوليوم على تي 2 دي تبقى نص اتش على تي. ليه؟ لان 4 على الاثنين تدينا 2 بي اتش على تي، ما انت عايز الطرفين يبقوا متطابقين. يبقى انا عايز نسبه اتش على تي تبقى نص، يبقى لازم اقسم. تحريك المكبس ده بيحدد لك الاتش، ودي درجة الحرارة، يبقى لازم اقسم اتش على تي تطلع نص. طيب
ليه تطلع نص؟ لان نص في 4 ب2، فيبقى الجنب ده 2 بي اتش على تي، يبقى في تطابق للطرفين. طب يلا نقسم. لما انا النهارده نحرك، نصغر بس المساله سنه اهو عشان تشوفها. انا لما احرك لاكس، لو حركت المكبس لاكس بقى الحجم الجديد 3 اتش ماشي على 2 تي، يبقى النسبه 3 على 2 غلط. طب ب لما اتحرك لاكس يعني هيبقى الحجم 3 اتش على نص تي، تطلع 6 اتش على تي غلط. طب تعالى هنا، لما حرك لزد هيبقى الحجم الجديد اتش على 2 تي، يعني كانها نص اتش على تي، يبقى ج هي اللي صح. وده سؤال حلو جدا بالنسبه للحراره. طيب ده بالنسبه للنقطتين اللي انا كملت بيهم حصه الثلاث والاربع والخميس. يعني انا بصور النهارده الثلاث، يعني اللي هيجي يحضر اربع او خميس هيبقى مراجع معايا لغايه رقم 1 في الاختبار الاصفر. انا اللي هحل معاه في الحصه يعني. طيب هراجع دلوقتي الاختبار الشامل على الحراره اللي بعد الحراره اللي في كتاب الامتحان. اول نقطه هي يا جماعه يلا، كميه من غاز حجمها، يبقى انا معايا فوليوم واحد ب 15 لتر في اس تي بي. انا قلت لك لما يقول لك كلمه اس تي بي يبقى معاك معطيين: درجه الحراره 273 كلفن، والضغط ضغط جوي بي اي، وهو عطوهولك بالاتموسفير يبقى كانه 1 اتموسفير. دي العينه الاولى. تعرضت 4 مرات لظروف مختلفه، اللي هم الاربع اختيارات دول، من درجه الحراره والضغط، ففي اي حاله يظل الحجم ثابت. بما انك عايز الحجم ثابت يبقى انت هتطبق قانون الضغوط. ماشي. طب وعشان تطبق قانون الضغوط يبقى لازم نسبة بي واحد على تي واحد، اللي هي لو جيت تقسمها هنا اللي هي نسبة بي واحد على تي واحد اللي هي 1 على 273 كلفن، لازم تبقى هي تساوي نسبة بي 2 على تي 2. يبقى حضرتك هتقسم هنا بي 2 على تي 2، لما تقسمهم هيطلعوا كام؟ 2 على 273. لا النسبة مش كده. طيب وهتقسم هنا بي 2، طبعا دي لازم تبقى متحولة لكلفن. 273 زائد 273 تبقى 546 كلفن، يبقى كأنها نص على 546 كلفن، مش هتطلع نفس النسبة. طيب تعالى كده جيم، 546 سيليزية لازم ازود عليها 273، فهقسم بقى 1.5 اللي هو الضغط الجديد على 546 زائد 273، مش هتطلع النسبة 1 على 273. تعالى بقى ده ال 273 دي هتتحول لكلفن، هتبقى 546 كلفن. يلا نقسم بي 2 على تي 2. 2 على 546 تطلع 1 على 273، يبقى د طلعت نفس النسبة بي 2 على تي 2 هي بي 1 على تي 1، عشان احنا بنحقق قانون الضغوط. ده سؤال حلو جدا. طيب السؤال الثاني، دي علاقة بيانية ما بين الضغط مضروب في 10 أس 5، يعني القيم دي مضروبة في 10 أس 5، والفوليوم بسنتيمتر مكعب، وهو عايزه بسنتيمتر مكعب، وعند ثبوت درجة الحرارة يبقى احنا هنطبق بويل. عند ثبوت درجة الحرارة يبقى هنطبق بويل. طب لو جينا نبص على الرسمة، لو الواحد ونص ده بي واحد يبقى قصادها ايه؟ دي فوليوم واحد. لو ده بي 2 يبقى دي فوليوم 2. بويل يبقى بي واحد فوليوم واحد بتساوي بي 2 فوليوم 2. بي واحد بواحد ونص، فوليوم واحد بايه؟ بي 2 ب3، فوليوم 2 ب 500. هتشتغل وتقول له الايه بتساوي 3 في 500 على واحد ونص، تطلع كام يا ابوي؟ تطلع الاجابه ب 1000 سنتيمتر مكعب، وطبقنا فيها بويل. طيب السؤال الثالث، إناء يحتوي إناء
منتظم المقطع، طوله هو حجمه، جواه مكبس قابل للحركة مهمل الاحتكاك، جواه كمية هواء حجمها، يبقى أنا معايا فوليوم واحد ب2.1 في 10 أس سالب 3، ضغطها 1 أتموسفير، ماشي، درجة حرارتها 300 كلفن، جميل. فإذا قمنا برفع درجة حرارة الهواء اللي بقت T2 بتي، والحجم قل بقى، الحجم بقى 3 في 10 أس سالب 4 لأنه قل إلى، ما قليش بمقدار. والضغط الجديد بقى 21 و273 في 10 أس 5 نيوتن على متر مربع. هنا عندنا مشكلة واضحة. أولا الحجم كان هنا بمتر مكعب وهنا بمتر مكعب، يبقى احنا ما عندناش مشكلة في الحجم. درجة الحرارة الأولى بالكلفن، فأنا كده تي دي هجيبها كلفن. لكن الضغط في الأول كان أتموسفير وهو في الثاني نيوتن على متر مربع، ما ينفعش. هنا بقى انت لازم تركز ان انت تخلي الاتنين بنفس الوحدة، لانك هتشتغل نسبة وتناسب. فيا اما تسيب الاولاني اتموسفير وتخلي الثاني اتموسفير. طب وانا عشان احول من نيوتن على متر مربع لاتموسفير بعمل ايه؟ واخدين التحويلات في الفصل الاول. هقول له اذا الاول بي 2 هيساوي قيمة الضغط اللي معانا بنيوتن على متر مربع على قيمة الضغط الجوي بنفس الوحدة، هو عطاها لك 1.13 في 10 أس 5. ادي حل. او ان انت تقول الواحد اتموسفير تشيله وتحط مكانه 1.13 في 10 أس 5، فيبقى ده زي ده. المهم انك لازم تخلي الاتنين بنفس الوحدة. طيب هل هو ثبت حد؟ لا يا عم، ما ثبتش حد. يبقى احنا هنا بنطبق القانون العام للغازات، ماشي. فهنقول له بي 1 فوليوم 1، ماسك انت آلتك الحاسبة وبتحل معايا، ما تضيعش وقت، على تي 1 بتساوي بي 2 فوليوم 2 على تي 2. طيب هنقول بقى يلا بينا، هي بي 1 لو انت حولتها، ودي اسهل على فكرة، هتبقى 1.13 في 10 أس 5 ففوليوم 1 اللي هو 2.1 في 10 أس سالب 3 على تي 1 300 هتساوي شرطة الكسر بي 2 21 و273 في 10 أس 5 في آلتك الحاسبة معاك فوليوم 2 اللي هي 3 في 10 أس سالب 4 على تي. اصبح دلوقتي ان انت هتطلع تي الاول بالكلفن. هي طلعت بالكلفن، عارف كام الاول؟ لا، صح؟ طيب الناس اللي هتطلعها بالكلفن هو كله بالسيليزيه، هنقوم طرحين منها. لو انا عايزها بالسيليزيه يبقى الناتج اللي طلعته اطرح منه 273، تطلع كام ابوي بالسيليزيه؟ تطلع 627 درجه سيليزيه. الوقعه في المساله دي ان انت قبل ما تبدا تحل لازم الضغطين يبقوا بنفس الوحده، يا الاتنين اتموسفير يا الاتنين نيوتن على متر مربع. السؤال اللي بعده سؤال رقم 4. معانا مستودعين جواهم غازين، مستودع اكس جواه غاز، يبقى العينه الاولى غاز اكس ضغطه ب 76، حجمه ما قاليش المستودع ده حجمه كام. والعينه الثانيه هو بيقول لك غازين لا يتفاعلان ولهما نفس درجه الحراره، يبقى انت شغال بويل. قال لك لهما نفس درجه الحراره، يبقى احنا شغالين بويل. يتصلان ببعضهما عن طريق انبوبه، وكنا بنقول دايما ان الانبوبه دي مهمله الحجم عشان ما تاثرش على اللي هنعمله، وفيها صمام كما بالشكل. طبعا باين قوي ان العينه الثانيه غاز واي، العينه الثانيه ضغطها عند واي ب 114 سنتيمتر زئبق برضه، وحجمها في واي معانا ب 2/10. فعند فتح الصمام طبعا واضحه جدا ان انت لما هتفتح الصمام هيحصل خليط. قال لك اهو اصبح ضغط الخليط، يبقى احنا كده معانا ضغط الخليط. ضغط الخليط بكام؟ 91.2 سنتيمتر زئبق. وطبعا
حجم الخليط واضح بالنسبة لنا. ايه هو حجم الخليط؟ حجم الخليط هيبقى عبارة عن حجم اكس زائد 2/10، لان الغاز هيبقى موجود في المستودعين، وبإهمال طبعا حجم الأنبوبة الأفقية. ودرجة حرارته مساوية لدرجة حرارة الغازين قبل الخلط، يعني بويل. هو عايز حجم المستودع اكس، فنطبق قانون بويل اللي احنا واخدينه. هنقول بي فوليوم خليط، آلتك الحاسبة يلا معايا وسبقني انت كده، تساوي بي 1 فوليوم 1 زائد بي 2 فوليوم 2. ضغط الخليط 91.2، حجم الخليط اللي هو فوليوم اكس زائد 2/10. فطبعا هتوزع ال 91.2 مرة تضربها في الفوليوم اكس ومرة في ال 2/10 عشان تفك القوس. بي 1 اللي هي هنقول ان هي اكس وهنقول ان دي واي، بي 1 76 في فوليوم اكس، بي 2 114 في 2/10. الحجم بالمتر مكعب وهو عايزه بالمتر مكعب. بقى المجهول الوحيد عندك في المعادلة دي فوليوم اكس. طلع معاك بكام يا ابو هي؟ ب3/10 متر مكعب. واللي بيسمعني دلوقتي كحصة مراجعة لازم يمسك الآلة الحاسبة ويحل معايا ما يضيعش وقت. اللي بعده سؤال 5. أنبوبة شعرية رأسية منتظمة المقطع تحبس عمودا من الهواء طوله 60 سم. طبعا منتظمة المقطع يبقى طوله هو حجمه بيساوي 60، سواء سنتيمتر هنا أو سنتيمتر مكعب هنا. وبنحبس أنبوبة رأسية وبتحبس الهواء ده بواسطة خيط من الزئبق عند درجة حرارة، يبقى احنا كده معانا تي 1 لازم تبقى كلفن 13 زائد 273، وبفرض إهمال تمدد الأنبوبة. وطبعا يعني التمدد مش هيحصل لأنها أنبوبة شعرية. بفرض إهمال التمدد، ما درجة الحرارة التي يزداد طول عمود الهواء عنها بمقدار 0.4%؟ يبقى لو كان طول عمود الهواء 60، ربع ال60 كام يا عمي؟ ربع ال60 15. يبقى زاد الجديد بقى، الطول الجديد بقى كام؟ 75. ليه؟ ما ال15 هيزيدوا على القديم، يعني ربع ال60 زادوا على ال60 فبقوا 75. يا ترى درجة الحرارة الجديدة تي 2 بكام؟ طبعا الطول هو الحجم، فنقدر نقول L1 على L2 بتساوي تي 1 كلفن على تي 2 كلفن. طب هي L1 بكام؟ ب60، L2 75، تي 1 13 زائد 273. هنجيب تي 2 بالكلفن. بآلتك الحاسبة حالا هتطلع تي 2 بالكلفن. طب هو كلها بالسيليزية، يبقى تي 2 سيليزية الدرجة اللي انت جبتها بالكلفن اطرح منها 273 معايا دلوقتي، لو سبقتني هتكون طلعت الناتج بالسيليزية ب 84.5 سيليزية. جميل. السؤال اللي بعده سؤال 6. يحتوي خزان مكعب الشكل طول ضلعه ال على كمية معينة من غاز مثالي. خلاص، يبقى حجم العينة دي ال تكعيب لأنه هياخد شكل المكعب. ضغطها، ضغط العينة دي بي 1 ببي نوت، هو اللي قال اهو بي نوت. فإذا ضخت هذه الكمية بالكامل لخزان تاني كان فاضي أصلا عشان ما يحصلش خليط مكعب برضه، يبقى حجم العينة دي الجديد هيبقى ال تكعيب، يعني هيبقى 8 ال تكعيب. ما انت هتكعب القيمة دي لأن حجم المكعب ال تكعيب عند نفس درجة الحرارة. يعني حضرتك هتشتغل بويل، يا ترى الضغط الجديد هيبقى كام؟ فهنشتغل بويل عشان احنا مثبتين درجة الحرارة. يبقى هنقول له بي 1 فوليوم 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2. بي 1 بي نود، فوليوم 1 ال تكعيب، بي 2 احنا عايزينها، فوليوم 2 8 ال تكعيب، ال تكعيب راحت مع ال تكعيب، يبقى بي 2 هتساوي اقسم هنا على ال8 فال8 راحت على ال8 واقسم هنا على ال8 تبقى بي نود على 8 تبقى الإجابة ج. دي مسألة بويل. طب اللي بعده سؤال رقم 7 في الاختياري.
إناء مغلق بكمية من غاز مثالي ضغطها بي يعني بي واحد ببي، درجة حرارتها تي كلفن يعني تي واحد بتي. فإذا رفعت درجة الحرارة إلى، ما قالش بمقدار، يعني تي 2 3 تي، دي مش محتاجة فقاقة يعني، مع إهمال تمدد الإناء يعني الحجم ثابت، يبقى بي 2 أكيد يعني العلاقة طردية فتبقى 3 بي، لأن أنت عندك بي 1 على بي 2 هي نفسها نسبة تي 1 كلفن على تي 2 كلفن، فتطلع 3 بي الإجابة الثالثة. سؤال 8. سؤال 8 بيقول لك الشكل المقابل يوضح أنبوبة شعرية منتظمة المقطع أفقي تحتوي على خيط من زئبق يحبس كمية من الهواء ضغطها. ده انت لو بصيت هتلاقي ان العينة الأولى دي حجمها 10 لأن حجمها هو طولها. طيب وضغطها كام يا عم؟ 76 لأن الأنبوبة أفقية. فإذا أصبحت الأنبوبة رأسية وفتحتها الأعلى، لما تبقى رأسية أنا قايلها لك قبل كده، لما تبقى رأسية وفتحتها لأعلى هيبقى ضغطها يساوي بي اي زائد اتش، يعني ضغطها طبعا هو في الحالة الأولى كانت أفقية يعني ضغطها يعادل الضغط الجوي، يعني الضغط الجوي ب 76، يبقى 76 زائد شريط الزئبق بواحد تبقى 77. يا ترى بقى بيقول لك ومع ثبوت درجة الحرارة، مع ثبوت درجة الحرارة يعني بويل، يا ترى الطول الجديد او الحجم الجديد هيبقى كام؟ هنشتغل بويل فممكن نقول بي 1 ال 1 عادي مكان الفوليوم بتساوي بي 2 ال 2، واحنا معانا بي 1 بكام؟ 76 في ال 1 ب 10، بي 2 77، يا ترى ال 2 هتبقى كام؟ تطلع ال 2 لو حسبتها معايا دلوقتي 9.87 الإجابة ج. طيب السؤال اللي بعده سؤال 9. سؤال 9 بيقول لك دورق مفتوح حجمه فوليا، يعني المفروض ان حجم العينة اللي جواه بفوليا، سخن الهواء داخله من 27 سيليزية يعني تي 1 27 زائد 273 عشان تبقى كلفن، لغاية ما بات درجة حرارته الجديدة 57 سيليزية يعني زائد 273، وبفرض ثبوت حجم الدورق وضغط الهواء. طبعا طبيعي يبقى حجم الدورق ثابت، ما قالكش حجم الهواء هو اللي ثابت، قال لك حجم الدورق وضغط الهواء ثابت. عايز حجم الهواء الذي خرج من الدورق، ما هو كون ان حجم الدورق ثابت يبقى الهواء اللي جواه لما يزيد هيتسرب بره، قلناها في الحصه، يبقى انا محتاج اجيب فوليوم 2، يبقى انا بطبق هنا قانون شارل، ولما اجيب فوليوم 2 بالمناسبه فوليوم 2 ده هيبقى فوليوم زائد الزياده اللي هتحصل. طيب يبقى انا هشتغل هنا نسبه وتناسب، هقول له ايه؟ فوليوم 1 على فوليوم 2 بتساوي تي 1 كلفن على تي 2 كلفن، فوليوم 1 بفوليوم، فوليوم 2 بفوليوم زائد الزياده اللي حصلت فوليوم شرطه، اللي هو الجزء الزياده دي هي الجزء اللي هيتسرب لانه ملوش مكان جوه الدورق الثابت في الحجم، هتساوي تي 1 27 زائد 273 على تي 2 57 زائد 273. حضرتك كده هتطلع فوليوم شرطة بدلالة فوليوم تطلع عشر فوليوم، ودي برضو كررناها في الحصة كتير رقم 9. طيب 10 بيقول لك كمية من غاز في درجة حرارة 47 يعني تي 1 47 سيليزية زود عليها 273، خفضت درجة حرارتها إلى، ما قالش بمقدار، يبقى تي 2 22 زائد 273. طيب ده بيقول لك ده ما كانش محتاج كل الهجس ده، عايز مقدار التغير في درجة الحرارة على كلفن، ما هي دلتا تي بالسيليزية هي دلتا تي بالكلفن، قايلها لكم في الحصة، يبقى هم 47 ناقص 22 هي هتطلع بالكلفن تطلع لي 25، يبقى تطلع 25 كلفن وتطلع 25 سيليزية، لان قلت لك دلتا تي تنفع سيليزية وتنفع كلفنية، فتبقى الإجابة الأولى.
سؤال 11. دي علاقة بيانية بين مجهولين ار واس، بس طبعا باينة العلاقة دي يا شارل يا الضغوط. فبقول لك دي علاقة لغاز مثالي كتلته ثابتة وحجمه ثابت، يبقى ده قانون جول يا باشا. يبقى دي علاقة بين البي وبين التي درجة سيليزية، والمقطوع ده اسمه بي نود. يبقى الار هي بي والاس درجة الحرارة السيليزية، تبقى الإجابة ب. السؤال 12. في تجربة لقياس حجم كمية معينة من غاز عند ضغوط مختلفة، كان دائما حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه يساوي مقدار ثابت. ايوه ده قانون مين ده؟ بويل. طب في قانون بويل درجة الحرارة مالها ثابتة وكثافة الغاز متغيرة. ليه؟ لان لما تبقى البي، قلتها لك في الملخص، بي مع فوليوم عكسية والرو مع الفوليوم عكسية، فالبي والرو بينهم علاقة طردية، يعني الكثافة متغيرة ودرجة الحرارة ثابتة لأن احنا مطبقين بويل. سؤال 13. سؤال 13 بيقول لك كمية معينة من غاز حجمها، يبقى أنا معايا فوليوم واحد بفوليوم، درجة حرارتها تي واحد بتي كلفن، ضغطها بي واحد ببي. إذا رفعت درجة حرارتها بقت تي 2 5 على 2 تي، يعني 2 ونص تي، وضغطها الجديد بقى 2 بي. عايز حجمها الجديد. طب ده ما ثبتش حاجة، يبقى احنا هنطبق هنا القانون العام للغازات. يلا معايا. يبقى بي واحد فوليوم واحد على تي واحد تساوي بي 2 فوليوم 2 على تي 2. يلا نعوض مع بعض كده. بي واحد ببي، فوليوم واحد بفوليوم، تي واحد بتي هتساوي بي 2 2 بي، فوليوم 2 عايزينها، تي 2 2 ونص تي. طيب تي راحت مع تي وبي راحت مع بي، يبقى انت هتجيب لي فوليوم 2 بدلالة فوليوم. طب ما هتبقى كده لو 2 ونص اتضربت هنا يبقى 2 ونص فوليوم بتساوي 2 فوليوم 2، يبقى فوليوم 2 بتساوي، اقسم على الاتنين، يبقى 2 ونص فوليوم على الاتنين تطلع 5 على 4 فوليوم. دي برضو من المسائل الحلوة على القانون العام للغازات. طب يلا السؤال رقم 14. قدامك إناء اسطواني منتظم المقطع مزود بمكبس قابل للحركة مهمل الاحتكاك، وحابس قدامك كمية من غاز. أولا طالما منتظمة المقطع يبقى الطول هو الحجم، يبقى ال واحد أو فوليوم واحد الاتنين زي بعض 28. العينة دي كانت في مين؟ كانت في معدل الضغط ودرجة الحرارة، يعني في الاس تي بي، يعني معاها معطيين تي واحد 273 كلفن وبي واحد بضغط جوي، ايا كان بقى الضغط الجوي هيبقى كام، كما بالشكل المقابل. فاذا تعرض الاناء لاشعه الشمس ارتفعت درجه الحراره، يعني بقت تي 2 27 سيليزيه زود عليها 273 تبقى 300 كلفن، وبفرض ثبوت الضغط يبقى قانون شر، ما انت مثبت الضغط، واهمال تمدد الاناء. طبعا المفروض المكبس ده هيتحرك لفوق. ليه يا عمي؟ ليه المكبس اتحرك لفوق؟ لان حجم الهواء هيزيد مش درجة الحرارة زادت، يبقى بقى معانا طول عمود هواء جديد اللي هو هيبقى كل ده. فانا عايز اجيب طول عمود الهواء الجديد، هقول له ال واحد على ال 2 تساوي تي 1 كلفن على تي 2 كلفن. يلا بينا. ال 1 28، ال 2 عايزينها، تي 1 273، تي 2 300. حضرتك هتجيب مين؟ ال 2 اللي هي هتبقى من اول هنا لغايه الاخر ال 2. طب هو مش عايز الهواء الجديد ده، عايز المسافه اللي اتحركها المكبس لاعلى، يعني عايز الحته دي بس. يبقى ال 2 اللي انت جبتها دي يا باشا دلوقتي حالا اهو، لو انت عايز المسافه اللي تحركها المكبس يبقى ال 2 ناقص 28 تطلع كام؟ 2.8 سنتيمتر. وده برضو سؤال حلو جدا. طيب السؤال اللي بعده 15.
كمية من غاز عند درجة حرارة 15 سيليزية، يبقى تي واحد 15 زائد 273. ضغط العينة دي 5/10 أتموسفير. حجم العينة دي 120 لتر. فيكون الحجم التي تشغله هذه الكمية، يعني هو عايز فوليوم 2 عند درجة حرارة 10 سيليزية، يعني تي 2 10 زائد 273. وضغط العينة الجديد 25% أتموسفير. مفيش حاجة ثابتة، يبقى احنا هنطبق القانون العام للغازات. هنقول له بي واحد فوليوم 1 على تي 1 هتساوي بي 2 فوليوم 2 على تي 2. بي 1 5/10، فوليوم 1 120، كل الوحدات زي بعضها. تي 1 15 زائد 273. طيب بي 2 25%، فوليوم 2 عايزينها، تي 2 10 زائد 273. بس يا باشا هتجيب فوليوم 2 تطلع 236 لتر. الإجابة ج. طيب السؤال اللي بعده، السؤال ده برضو محترم. الشكل البياني يمثل علاقة بين معامل زيادة الضغط اللي هو البيتا بي، طبعا ده ثابت لجميع الغازات مهما حصل، فالعلاقة ثابتة. سؤال رقم 17، الشكل رقم 1 اللي فوق يوضح اسطوانة محكمة الغلق تحبس كمية من الهواء بواسطة مكبس قابل للحركة. ماشي. عند وضع الاسطوانة داخل مجمد ثلاجة تحرك المكبس كما بالشكل، فأي التغيرات حدثت مع الضغط ثابت. يبقى انت كده شرل، درجة الحرارة قلت، يبقى الحجم قل، يبقى الكثافة زادت، فزادت كثافته، لأن طبعا الكتلة كمان مقدار ثابت لعدم حدوث تسرب للغاز. طيب السؤال 18، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة الكلفينية. طيب يبقى انت هنا بتدرس قانون الضغوط. ماشي يا عم، ما هو بي وتي. ماذا يحدث لكل من حجم وكثافة هذه الكمية من الغاز أثناء دراسة تلك العلاقة؟ أنا قايلها لك في التلخيص. أولا في قانون الضغوط الحجم ثابت، وكده كده كتلة الغاز ثابتة لأن مفيش تسرب، فالكثافة هي كمان ثابتة، تبقى الإجابة ألف. سؤال 19، كمية معينة من غاز ضغطها بي نود عند 0 سيليزية. يعني ده الضغط الأصلي عند درجة حرارة 0 سيليزية. فلو انخفضت درجة الحرارة درجة واحدة سيليزية، يعني دلتا تي انخفضت درجة، يعني تغير درجة الحرارة درجة، مع ثبوت حجمها معدل النقص في الضغط، يعني الدلتا بي هتبقى كام؟ طب ما انا اطبق قانون بيتا بي يا باشا. ما هو انت كده بتكلمني عن عينه ومعاك ضغطها الاصلي ومعاك دلتا تي وعايز دلتا بي. ما هي بيتا بي بتساوي دلتا بي على بي نود في دلتا تي. حلو السؤال ده، عوض يلا. بيتا بي 1 على 273، وهو عايز مقدار النقص دلتا بي، وبي نود اسمها بي نود، وتغير درجة الحرارة 1. يبقى حضرتك لو عايز دلتا بي، اذا دلتا بي هتساوي بي نود هتنقل هنا، يبقى بي نود على 273، تبقى الإجابة ب. طيب سؤال رقم 20، شكل 1 يوضح اسطوانة مزودة بمكبس قابل للحركة مهمل الاحتكاك حابس كمية من الهواء حجمها، يبقى فوليوم 1 6/10 لتر، ضغطها بي 1 3.5 أتموسفير. طب لو حركنا المكبس كما بالشكل 2 وبفرض ثبوت درجة الحرارة، يبقى احنا بويل. فأي مما يأتي من دول بيكون ضغطه وحجمه في الشكل 2. ما هو لازم بي 1 فوليوم 1 تبقى هي بي 2 فوليوم 2. طب احسب لي كده بي 1 فوليوم 1، لو حسبنا بي 1 فوليوم 1 تبقى 6/10 في 3.5 تطلع كام؟ معلش يا ابويا اعملها لي كده بالآلة الحاسبة. لا اعملها لي بالآلة الحاسبة، معلش اعملها لي بالآلة الحاسبة.
6/10 في 3.5 هتطلع بدلالة ال في اتموسفير، ما انت ضربتهم في بعض. 6/10 في 3.5 2.1، يبقى لازم لما تضرب اي 2 من دول في بعض يدي لك 2.1. مين بقى اللي هيطلعوا الناتج ده؟ اخر حاجه، لان هو لو ب 2 فوليوم 2 هتساوي 7 في 3/10 تطلع 2.1 لتر اتموسفير. حققت انت برقم د قانون بويل. السؤال اللي بعده الجزء المقالي. ارسم شكلا تخطيطيا لمسار حركة دقيقة واحدة من دقائق دخان منتشر في الهواء. دقيقة يعني هتمشي كده شوية ثم كده شوية كده شوية كده شوية كده شوية، فاهم؟ حركة ايه؟ عشوائية. والسبب تصادمها مع جزيئات الهواء. عدة تصادمات عشوائية هتخليها تتحرك الحركة العشوائية، وده تفسير الحركة البراونية اللي عملها العالم براون في أول الجزء بتاع الغازات. 22 كمية من غاز رفعت درجة حرارتها من 0 ل 40، يعني كانت T1 0 سيليزية وكانت T2 40 سيليزية. طبعا انت لازم تزود هنا 273 وتزود هنا 273، فزاد حجمها بمقدار 50، يعني كان فوليوم 1 بفوليوم وبقى فوليوم 2. طالما قال لي مقدار يبقى فوليوم زائد 50. معلش يا ابويا انا عايز فوليوم دي، يبقى الجزء الاول من المسألة هجيب الحجم الاصلي، هقول له فوليوم 1 على فوليوم 2. ما انت قلت لي عند ثبوت الضغط، يعني انا بطبق شارل دلوقتي. فوليوم 1 على فوليوم 2 تساوي T1 كلفن على T2 كلفن. فوليوم 1 بفوليوم، شوفها عندك في الاجابات كده يا ابوي، على فوليوم 2 بفوليوم زائد 50. T1 273 في ورقه كده فرداني كده، على T2 40 زائد 273. عبال ما البوه يلاقيها وانتوا تحسبوها. انت هنا لو عملت مقص ونبوس ايدك ما تنساش ال 273 بتتوزع على ال 50 وعلى الفوليوم. طلع الفوليوم الاصلي كام يا ابوي؟ 341 و25 من 100 بوحدة ايه؟ سنتيمتر مكعب. ده الحجم الاصلي للغاز. طب كم؟ بيقول لك بقى واذا رفعت درجة حرارة نفس الكمية، فاصبح دلوقتي ان انت بقى معاك فوليوم الاولاني اللي هو كام تاني؟ معلش يا ابوي اللي احنا لسه جايبينه 341 وربع. لما نرفع درجة حرارته من 0 سيليزية يعني 273 لغاية ما تبقى درجة حرارته الجديدة كام؟ 60، يعني 60 زائد 273. عايز مقدار الزيادة في حجمه. ما هو انت النهاردة حجمه الجديد هيبقى حجمه القديم زائد الحبة اللي هيزيد، هو عايز الحبة اللي هيزيد. يبقى هقول له ايه بقى؟ يلا نفس الطريقة، فوليوم 1 على فوليوم 2 بتساوي T1 كلفن على T2 كلفن. يلا بينا نعوض. هي فوليوم 1 341 25 من 100 على فوليوم 2 اللي هي 341 25 من 100 زائد الزيادة اللي هتحصل. T1 كلفن 273 والتانية 60 زائد 273. طلعت فوليوم شرطة بكام؟ مقدار الزيادة في الحجم يا ابوهي كم؟ سنتيمتر مكعب. 75 سنتيمتر مكعب. ماشي. 23 عبوة معدنية. عبوة معدنية يعني حجمها ثابت، تحتوي على هواء مضغوط، تستخدم لتنظيف لوحة مفاتيح الكمبيوتر. كتب عليها تحذير بأنها لا توضع في درجة حرارة أعلى من 50، لأن لو زادت درجة الحرارة مع ثبوت الحجم لأنها معدنية هيزداد الضغط، فقد تنفجر العبوة المعدنية دي، وفقا طبعا لقانون الضغوط ان العلاقة بين البي والتي علاقة طردية. طيب
سؤال 24، السؤال الأخير في الاختبار الشامل على الحرارة، وبكده يبقى أنت راجعت الحرارة مراجعة محترمة. يوضع إناء ثابت الحجم مزود بمكبس قابل للحركة مهمل الاحتكاك يحبس كمية معينة من غاز. عندما ارتفعت درجة حرارة الغاز تحرك المكبس ناحية إكس. هقوله لأنه بفرض إن أنت خليت الضغط ثابت، فرفع درجة الحرارة هيزود الحجم، لأن الفوليوم والتي علاقة طردية وفقا لقانون شارل، فبالتالي يتحرك المكبس ناحية إكس عشان يزود الحجم. ده كانت أول امتحان مراجعة على الحرارة كلها. إن شاء الله كل يوم هينزل امتحان لغاية ليلة الفيزياء. أرجو أن الامتحانات دي تتحل أول بأول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.